شايفين الشوزات محطوطة ازاي؟ هوريكم بقى بعد ما نحطها في الجزامة بتاعتنا الجميلة وارجع لكم. ايه رأيكم بقى يا حبايب قلبي في الجمال والحلاوة دي؟ قولولي بقى ايه رأيكم، الاول الاحسن ولا الشكل ده؟ يلا يا حبايب قلبي، اللايك الجميل والاشتراك في قناتي وشجعوني يا حبايبي. اللايك بيرفع الفيديو عشان غيركم يستفيد برضو. يا مساء الجمال على احلى متابعين واحلى اخوات في الدنيا كلها. النهارده قررت اهتم بركن مهم جدا في البيت ليا وليكوا طبعا، المدخل اللي هو ورا باب الشقه كمان، او لو انت عندك بيتك برضو بتعمليها في المدخل برضو، بتلم الشوزات وبتلم الحاجه. هتعملي ايه النهارده يا ماما فوفا؟ هنعمل مع بعض جزامه شيك جدا، فكرتها بسيطه وتنفيذها ممتع. جهزي يلا كوبايه الشاي زي ماما فوفا كده. تمام يا حبايبي، وتعالي شوفي ازاي هنحول الكركبه لقطع ديكور تجنن. يلا يا حبايب قلبي نبدا مع بعض. معانا الاقفاص بتاعتنا دي بتروحي لبتاع الخضار وتجيبيها منه. انا بصراحه اللي انا بتعامل معاه بتاع الخضار بصراحه اداها لي من غير فلوس، انما لو بتشتريها بيديها لك الواحد ب5 جنيه. تمام يا حبايبي، هنعمل ايه النهارده بقى؟ ادي معانا 5 اقفاص كده، ومعانا مكوة اللحام. ما عندكيش مكوة اللحام يبقى عندك ايه اللي هي اسمها صفيحة منشار. تمام يا حبايبي، ومعايا طبعا مسدس الشمع بتاعي واللي هو القفيز ده اهو يا حبايبي، ومعانا المقص والفرنشة بتاعتنا دي اللي هنزين بيها، وادي المقص وادي القماش بتاعنا اللي هنعمل بيه الجزام. يلا يا حبايب قلبي نسمي الله ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي يا حبيبتي هتعمليها كده، المكوه بس تسخن تمام، عشان هي انا لسه كنت حطاها مشغلاها. نعمل بصفيحه المنشار. هعمل واحده قدامكم شوفي في ثانيه اهو يا حبايبي. يعني اللي ما عندهاش اللي هي مكوة اللحام هنعرف برضو نصرف نفسنا اهو يا حبايبي في ثانية. تجيبي صفيحة المنشار دي من عند بتاع الموال اللي بيبيع البويات والحاجات اللي بنجيب منه الجبس والحاجات دي اهو يا حبايبي. انا هوريكم الفكرة، اعملهم كلهم واخلصهم وارجع لكم تاني يا حبايب قلبي. اهو يا حبايب قلبي عملتهم كلهم بالشكل ده. فانا كنت قطعت ده، فانا قلت طب ليه، طب ما اخليه يعني بدل ما نقطعه. انا قلت بقى لما اقول لكم الفكره دي ونعمله بالقفيز هنا علشان يبقى داعم للقفص، يعني يبقى داعم ليه، ما يبقاش مثلا ايه يعني يستحمل بمعنى اصح. فهنعمل ايه يا حبايبي؟ هنثبته كده بقفيز. يعني انا هوريكم الفكره تمام يا حبايبي عشان تبقوا شايفين بس الحاجه. هو له اللي هو ده هنعمل فيه ايه، ودي اهي هنروح عاملينه كده علشان يبقى ايه، يبقى قوي كمان اهو. شايفين عامل ازاي اهو. هنثبتهم بقى دول كده بالقفيزات بتاعتنا. برضو القفيز هتجيبيه من عند الموال. ولا اسهل من كده، وحاجه عملناها في البيت باقل التكاليف، وكفايه انها ايه من عمال ايديكي. ونعملها برضو من الناحيه التانيه.
ما عندكيش مكوة اللحام، مسمار بالبنسة، امسكيه بالبنسة بتاعت الكهرباء وامسكي المسمار، وعلى البوتاجاز سخنيه واعمليه، خرمي بيه الاقفاص دي. اهو يا حبايبي، ولا اسهل من كده، وكفايه ان حاجه انتي عاملاها عندك في البيت، بدل ما نروح نشتري الحاجه تعمليها باقل التكاليف. وتخلي بالك وانت بتعملي برضو القفيز علشان له عدله. اهو يا حبايبي، اهوت يا حبايبي. لما عملته بالقفيزين من هنا ومن الناحيه التانيه، وتحطيها زي ما انا قلتلك كده، تمام، عشان يبقى ماسك معاكي. وحطينا له كمان واحد من هنا كده عشان يبقى ايه، مظبوط معاكي يا حبيبتي. اهو. ونجيب برضو ده نفس الحكايه، دول هتحطيهم كده زي ما بنعمل في الشياله. الناحيه دي مكسوره، مش مشكله، 3 راكبين يعني مظبوطين، مفيش الا واحده بس، فعادي مفيش مشكله. فمن النهارده نقول ايه، نقول وداع للكركبه. تعالى اعمل لي القفيزات دي يا دوما. حاضر. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ كويسين؟ يلا، كل اللي كانت مستنيه الفيديو اللي انا كنت وعدتكم بيه، لما كنت بعمل الكسوه بتاعه الركنه، لما كنت عامله الجزمه اللي عندي، وقلت برضو هعمل الجزمه برضو قدامكم، لان بصراحه يعني بنزهق من الكركبه والشوزات اللي قدام الباب وجوه ورا باب الشقه، فبصراحه شكل بيضايق العين. النهارده بقى مع بعض هنعمل جزامه بلمسه ديكور احترافيه، وفعلا باقل التكاليف، هتغير شكل المكان تماما، وتخلي كل حاجه في مكانها بطريقه سهله وبسيطه ومش مكلفه. دول برضو هنثبتها بقفيز كده بس في الاخر. استني. بس انا حطيت واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا. البرد عامل عمايله، عندي كحه، يعني انا واخده علاج علشان يهدي الكحه، ما افضلش اكح كل شويه، فربنا يشفينا ويعافينا يا رب ويشفي كل مريض. مقص. انا فاكس عليها. اعمل انت بس وانا هقص بالمقص، اعمل انت الناحيه التانيه. لا هنا، الناحيه دي مش اللي هنا.
هخلصهم بقى يا حبايب قلبي كلهم، ولما اجي اعملها بالكسوه بتاعتها ارجع لكم. وبعد ما خلصتها يا حبايب قلبي عملت الاربع تقفاص كده اهو، وثبتهم بقت جامده اهي. واللي انا قطعته من هنا ما قصيتهوش زي اول واحد، عملته من هنا وربطته بقفيز عشان يبقى ايه مخليها متينه شويه. الخامس بقى مش هنعمله زي ده. طب ليه يا ماما فوفا؟ هنروح عاملينه العكس كده اهو يا حبايبي. ليه بقى؟ علشان تحطي قطعه ديكور هنا وتخلي منظرها شيك وجميل وكلاسيك كده وحلو اهو يا حبايبي. اعملها بقى بالقفيز كمان. انا قلت مرضتش اعمل الخطوه ديت الا لما ايه اهو يا حبايبي، الا لما ارجع لكم الاول. ومن فوق كمان هروح عامله ايه، هجيب القطعه الكرتون دي واروح حطها هنا، واروح حاطه فوقها القماش عشان تبقى ايه تستحمل الحاجه اللي انا هحطها. انا مش هحط حاجات كتير، هي فازه صغيره جميله كده من فازات الورد اللي انا كنت عاملاها. هعملها بقى بالقفيز واثبتها وارجع لكم تاني. ورجعت لكم يا حبايب قلبي بعد ما ثبته كده بمسدس الشمع، لزقته الكرتونه فيه علشان ايه تبقى كويسه معانا. وكده كده هعملها اصلا بالقماشه الداري. هنعمل ايه بقى يا ماما فوفا؟ هناخد القماشه اهو يا حبايبي بتاعنا، هروح ماسكاها من هنا واخده المقاس بتاعها اهي تمام، وهلف عليها كلها كده من ورا كده وايه، وارجع من الناحيه التانية، يعني هلفها كده. ثواني اهو يا حبايبي اهي، هلفها كده ومن الظهر اهي يا حبايبي. شايفين؟ هظبطها بقى وارجع لكم تاني. ورجعت لكم اهو تاني يا حبايب قلبي بعد ما قصيتها كده اهي. هنعمل ايه الاول؟ انا قصه الحته دي هنعملها كده واثبتها بمسدس الشمع اهي يا حبايبي. انا بوريكم الفكره على ما اقص، على ما الزقها بالمسدس الشمع اهي يا حبايبي. شايفين اهي؟ واضحه لكم كده اهي. هعملها بقى بمسدس الشمع كده، هلزقها وارجع لكم تاني. حبايب قلبي بعد ما عملتها اهو ما شاء الله اهي، ايه رايكم بقى؟ هنعمل بقى ايه يا ماما فوفا تاني؟ هنعمل الفرنشه دي، هعملها كده واخلصها كلها وارجع لكم تاني. ورجعت لكم يا حبايب قلبي بعد ما عملتها بالفرنشه دي. قولوا لي بقى ايه رايكم؟ ايه رايكم في الجمال والحلاوه دي اهي يا حبايب قلبي. الحته دي علشان القفص اهي، هقربها لكم شويه. اللي هي دي هعملها ايه، انا قصت لها حته مقاسها اهي، هلزقها كده. انا قلت برضه اما اوريها لكم قدامكم برضه علشان تبقوا ايه تبقوا عارفين الخطوات وتبقى حاجتكم مظبوطه. هلزقها بقى بالمسدس الشمع وارجع لكم تاني اهو يا حبايب قلبي. ورجعت لكم تاني بعد ما خلصتها. قولوا لي بقى ايه رايكم؟ وشايفين الفرنشه من هنا مظبوطه وحلوه ازاي؟ ليه؟ لان انا مسكتها بالفرشه وعملتها كده. انا قلت برضه اما اوريكم الحاجه قدامكم علشان تبقوا ايه تبقوا عارفين، وتبقى حاجتكم شيك وكلاسيك كده وجميله اهو يا حبايب قلبي. وبرضه عملت لها من جوه برضه اللون الابيض ده من اللي هو القماش الفرو اللي احنا كنا جايبينه. هي تعتبر خدت مني متر وربع، لان فاضل من القماش اللي معايا او خدت متر وربع. الباقي معايا الحته دي كده بالطول كده
يعني بطول القماش، بطوله كده، يعني تعتبر خدت متر وربع. مش مشكلة، هاتي متر ونص برضو احتياطي عندك، مش هيخسر. عايزة تفرشيها منها من ده، انا كنت جايباه متر ونص علشان ايه، افرش جوه من نفس اللون، بس لقيتها ايه، هتبقى لونها كاتم كده ومش ناطقة كده وجميلة، فروحت حاطة فيها اللي هو الفرو ده علشان ايه، تبقى حلوة وتبقى مظبوطة. ايه رأيكم بقى؟ يعني نقول وداع للكركبة اللي بتعكر مزاجنا. اهو يا حبايب قلبي، بلمسات بسيطة وادوات عندك من البيت هنعمل احلى واشيك جزامة، حاجة مودرن كده هتوفر عليكي مساحة وتدي لبيتك شكل ايه، انيق وشكل جميل، كفاية انها من عمايل ايديكي. اهو يا حبايب قلبي، قولوا لي بقى ايه رأيكم في الجمال والحلاوة اللي ماما فوفا دي عملته كده النهاردة. اهو يا حبايب قلبي، ايه رأيكم؟ احط بقى اوريكم الاول منظر الشوزات وهي محطوطه، وبعدين اوريها لكم وهي محطوطه ايه في الجزامه بتاعتنا الجميله. اهو يا حبايب قلبي، شايفين الشوزات محطوطه ازاي؟ هوريكم بقى بعد ما نحطها في الجزامه بتاعتنا الجميله وارجع لكم. ايه رايكم بقى يا حبايب قلبي في الجمال والحلاوه دي؟ قولوا لي بقى ايه رايكم، الاول الاحسن ولا الشكل ده؟ يلا يا حبايب قلبي، اللايك الجميل والاشتراك في قناتي، وشجعوني يا حبايبي، اللايك بيرفع الفيديو عشان غيركم يستفيد برضو. يلا يا حبايب قلبي، اشتركوا في قناتي وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.